دهب ولا بورصة ولا عقار؟ ده السؤال اللي محير 90% أو 100% من الشعب المصري. كلهم بيسألهم أحط فلوس إيه؟ كل اللي معاه قرشين بيبقى حيران يحطهم في دهب ولا في بورصة ولا عقار. الإجابة المختصرة إن مفيش أفضل استثمار في الكون. أفضل استثمار كده، وخليني أشرح لك بالتفصيل ليه. هنبدأ بالبورصة. البورصة هي الأصل الأكثر سوء فهم في التاريخ. كل الناس واخدة فكرة عن البورصة بطريقة غلط من أيام أفلام إسماعيل ياسين وقلبي قلبي 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 وخسرت كل فلوسي في البورصة. ده غلط. الحقيقة إن البورصة ملكية في شركات حقيقية. أنت لما بتشتري مثلا سهم في شركة وليكن شركة نسلة، أنت مش بتراهن على رقم اللي هو سعر السهم، أنت بتملك جزء من شركة بتبيع أكل أو منتج لمليار إنسان في العالم كل يوم. لو الشركة اللي أنت بتمتلك فيها دي أو الأصل اللي أنت بتمتلك فيه كسبت، أنت بتكسب. لو خسرت، أنت بتخسر معاه. وهنا البورصة مش قمار، البورصة شراكة في الاقتصاد العالمي. وخلينا اديك احصائية لمتوسط العائد السنوي لسهم S&P 500 على مدار 96 سنة. كان متوسط العائد السنوي 10.5%. متوسط التضخم في نفس الفترة 3.5%. هنا يصبح العائد الحقيقي 6.8% سنويا. يعني لو حطيت 100,000 جنيه سنة 1990، النهاردة يعملهم أكتر من 3.2 مليون من غير ما تعمل أي حاجة. نفس المبلغ في البنك بفايدة 10%، وكان التضخم 12%. هنا فلوسك بتتآكل. طيب ليه أنا بقول أو الإحصاءات بتقول إن العائد من البورصة أعلى من أي أصل تاني؟ لأن الشركات في جوهرها آلة لتضخيم رأس المال. الشركات بتاخد مواد خام، عمالة، فكر، بتجمع كل دوم وبتخلق قيمة مضافة عن طريق إنها بتخلق منتج قيمته أعلى. وخليني أقول لك إن الريتيرن أون إكويتي للشركات الكبرى في المتوسط من 15 ل 20%. يعني الشركة نفسها بتضاعف ثروتها من 4 ل5 سنين. عشان كده البورصة على المدى الطويل بتسبق أي أصل على مستوى التاريخ. وده مش رأي، ده إحصائيات زي ما أنا قلت لك. هنا هيطلع واحد يقول إن البورصة خطر. شفت اللي حصل في أزمة 2008؟ صح، مؤشر S&P في 2008 وقع 57%، بس رجع وتجاوز أعلى مستوياته في 4 سنين بس. ومن 2008 ل 2024 ضاعف نفسه أكتر من 5 مرات. يبقى هنا المشكلة مش في البورصة، المشكلة إن الناس بتبيع في أعلى نقطة. المشكلة إن الناس بتبيع في أقل نقطة وبتشتري في أعلى نقطة. يبقى هنا الخطر مش في البورصة، الخطر فيك انت. وهنا افكرك بالاحصائيه اللي بتقول ان 91% من المستثمرين الافراد بيحققوا عوائد اقل من المؤشر. المستثمر الفرد كان بيكسب 4.2% سنويا في نفس الفتره اللي المؤشر كان بيعمل فيها 10.5% سنويا. الفرق 6.3% سنويا بيتبخر من ثروه المستثمر. وهنا السبب مش السوق، السبب القرارات. السبب مش السوق، السبب هو القرارات العاطفية. إن الناس بتشتري في القمة عشان الفير اوف ميسنج أوت، وبتبيع في القاع عشان تخاف من الخسارة. وارن بافيت في 2008 راهن إن صندوق مؤشر S&P 500 هيكسب أعلى هيدج فند محترف على مدار 10 سنين. النتيجة في 2018 إن مؤشر فانجارد حقق 7.1% سنويا، في حين إن أفضل هيدج فاند حقق 2.2% سنويا. السبب إن الهيدج فاند بتاخد رسوم سنوية زائد 20% من الأرباح. خلي بالك أنا بقول أرقام متوسطة. الرسوم هي العدو الخفي للمستثمر الصغير وأكبر صديق للمؤسسات. طب نتكلم عن البورصة المصرية. صندوق EGX 30 حقق في 2023 عائد 68%. بس لو أخدنا 10 سنين هنلاقي إن البورصة المصرية بتتأثر بحاجات كتير: قرارات البنك المركزي، سعر الدولار، الوضع السياسي. وده مش عيب في البورصة، دي طبيعة الاقتصادات الناشئة. يبقى المستثمر الذكي في السياق المصري محتاج إن هو يوزع بين EGX وبين صناديق المؤشرات الدولية. وخلي بالك إن أنا قلت وليس أو. نيجي بقى للعنصر التاني من المقارنة اللي هو العقارات. دايما الجملة اللي بتتقال في كل بيت مصري: اشتري أرض، الأرض عمرها ما بتخسر. وصراحة في منطق تاريخي ورا الجملة دي، بس زي أي حكمة شعبية فيها صح وفيها غلط. المشكلة إن الناس بتاخد الصح وبتسيب الغلط. خلينا أفصل الاتنين. أسعار العقارات في القاهرة الكبرى ارتفعت 450% من 2014 لحد 2024. يعني لو اشتريت شقة مثلا ب800,000 جنيه في 2014، سعرها النهاردة 4.4 مليون جنيه. لو خدنا التضخم لنفس الفترة
هنلاقي إن متوسط التضخم في الفترة دي كان 250%. يبقى كده العقار مش بس حافظ على الثروة، ولكن كون ثروة جديدة. وخليني أقول لك هنا إن العقار في السوق المصري بيتأثر بعدة عوامل. أول حاجة إن إحنا عندنا نمو سكاني حاد. مصر بتضيف 1,000,000 مواطن كل 7 شهور تقريبا، وده بيخلق طلب أكتر على السكن، والعرض بيبقى محدود. طيب تاني حاجة بيستفيد منها العقار ضعف العملة، وده حاجة متكررة في الاقتصاد المصري في السنتين اللي فاتوا أو في السنين اللي فاتوا. كل ما الجنيه بيضعف العقار المسعر محلي بيعوض الفرق. تالت حاجة ثقافة المصريين في التمسك بالعقار. المصريين نادر ما بيبيعوا بأسعار تحت السوق حتى في الزنق، وده بيخلق قاع صلب بيحمي الأسعار وبيحمي المستثمر في وقت الأزمات. بس خليني أقول لك إن في خرافة معظم الناس مفكراها، إن بتقول إن العقار بيديك 10% سنويا عائد إيجاري. الرقم ده يا صاحبي على الورق بس، لأن أنت عندك فيه مصاريف صيانة سنوية، ودي تقريبا بتبقى من 1 إلى 2% من قيمة العقار. عندك ضريبة وتكاليف إدارية، ودي من نص ل1%. عندك فيه فترات بيكون المكان مش متأجر فيه، دي بتخسرك تقريبا يعني قول شهر ونص في المتوسط سنة، يعني بتعمل لك خسارة من 12 ل15%. عندك عمولات وإعلانات عشان تأجر من 2 ل3%. عندك مثلا مخاطر مستثمر أو ساكن مش بيدفع موجودة بس ما نقدرش نقدرها. وهنا بيكون العائد الصافي للإيجار في المتوسط من 4 إلى 6% سنويا، وده بدون حساب تكلفة الفرصة البديلة. في برضو نقطة سلبية جدا في العقار محتاج إن أنت تعرفها، إن العقار بيحتاج وقت لتسييله. متوسط فترة تسييل العقار من 12 إلى 24 شهر، وده في مصر. يعني لو احتجت فلوسك في أزمة مفاجأة، العقار ممكن يكون موجود بس ما تقدرش إن أنت تصرف فلوس أو ما تقدرش إن أنت تحوله لكاش. في 2022 و2023 كتير من أصحاب العقارات قبلوا إن هم يبيعوا عقارهم بخصومات من 20 ل30% عشان بس يحصلوا على السيولة. وخلي بالك يا صاحبي إن السيولة مش رفاهية، السيولة هي درع أمان. خلاصة العقار إن هو أداة ممتازة لحفظ وإن هو بينميه. خلي بالك أنا بتكلم عن السوق المصري بس، عندنا هنا 3 ملاحظات مهمة جدا. أول حاجة بيحتاج رأس مال ضخم في البداية، يعني لو معكش من 2 ل3 مليون جنيه كحد أدنى مش هتقدر تبدأ تستثمر في العقار. أي نعم في أدوات دلوقتي هنبقى نتكلم عنها بعدين بدأت تحل المشكلة دي بس مش وقته، بس لازم تاخد بالك من النقطة دي. حاجة إن العقار صعب ان انت تحوله لسيولة او صعب ان انت تحوله لكاش، صعب جدا في التحويل لكاش. يعني في الازمات ممكن تبقى غني على الورق بس ما معكش جنيه. تالت حاجة ان الاغنياء عموما اشتروا عقار بعد ما بنوا ثروتهم، مش بنوا ثروتهم عن طريق العقار. وهنا في فرق جوهري. العقار بيكمل الثروة مش بيبنيها من الصفر. نيجي بقى للذهب، الموضوع الأكثر حساسية في ثقافتنا المصرية. جداتنا اتجوزوا بشبكة ذهب، ناس بتخبي ذهب في الأرض. ده في وجداننا أو في ثقافتنا معناه إن هو أمان. ده مش غلط، ده صح، بس لازم نفهم صح لحد فين. الذهب اتعمل مخزن للقيمة من 5000 سنة. كل عملة ورقية في التاريخ انهارت، اتاكلت. الدولار الأمريكي خسر 97% من قوته الشرائية ب 1913. الجنيه المصري فقد 85% من قيمته في 10 سنين بس. لكن 1 كيلو ذهب سنة 1920 كان بيشتري بدلة رجالي. النهاردة في 2024 لسه سعر الذهب بالجنيه المصري ارتفع 2600% من 2010 ل 2024. بس خلي بالك إن ده بالجنيه المصري، لكن بالدولار ارتفع 180%. الفرق هنا مش عشان الذهب ارتفع بجنون، لا، لأن الجنيه هو اللي قيمته انخفض. يعني الذهب حمى صاحبه من انهيار العملة المحلية، وهنا يبقى هو أدى دوره التاريخي بكفاءة. طيب هل معنى كده إن الذهب أفضل استثمار على المدى الطويل؟ خليني أقول لك برضو إحصائية عالمية على مدار 200 سنة. العائد الحقيقي للذهب بعد التضخم، خلي بالك أنا بتكلم هنا بالدولار، من نص ل1% سنويا. الأسهم الأمريكية في نفس الفترة حققت من 6.5% ل7% سنويا. طب نستنتج إيه من الدراسة دي؟ أو أنا عايز أقول لك إيه؟ عايز أقول لك إن الذهب مش استثمار نمو، الذهب بس تأمين ضد الكوارث. طيب إيه رأي الخبراء في الاستثمار في الذهب؟ طبعا لازم الذهب يكون موجود في محفظتك الاستثمارية. ري داليو مدير أكبر صندوق تحوط هيدج فاند في العالم
رأيه إن أنت لازم تحط من 7.5% ل15% من محفظتك الاستثمارية في دهب. خلي بالك من النسبة اللي هو بيتكلم فيها، من 7.5 ل15، مش 70 ولا 80 ولا 100%. الباقي أصول نمو زي الأسهم والعقار. بس في السياق المصري بسبب تاريخ ضعف العملة لازم تزود النسبة دي. يفضل إنها على حسب رأي الخبراء إنها تكون 20%. الذهب في السياق المصري أداة حماية مش ضرورية. الدهب في السياق الدهب في السياق المصري أداة حماية ضرورية مش طرف. لأن لما عملتك بتنزل 50% في سنتين زي اللي حصل، اللي عنده دهب هو اللي نجا من الكارثة. اللي عنده جنيه في البنك الله يعوض عليه. بس خلي بالك من ملحوظة مهمة جدا، إن الدهب لوحده مش هيبني لك ثروة، ولكن الدهب هيحميك إن أنت تخسر ثروتك. وده فرق جوهري لازم تكون فاهم. دلوقتي بقى بعد ما شفنا الأرقام وشفنا المقارنة، السؤال الصح مش إيه أحسن استثمار، السؤال الصح أنت في أنهي مرحلة، وإيه اللي بيخدم أهدافك في المرحلة دي. وهو ده تفكير الأغنياء في مرحلة بناء الثروة. لازم هنا نفرق بين شوية مراحل. مرحلة بناء الثروة بيكون هدفك نمو رأس المال. عشان كده معظم الأغنياء بيحطوا من 65% ل 70% في ثروتهم بورصة، ومن 15 ل 20% دهب. نلاحظ هنا إن هما بيركزوا على النمو، لأن أنت عندك وقت طويل ومعاك فرصة إن أنت تعوض الدخل. تاني مرحلة هي مرحلة إن أنت بتحافظ على الثروة. هنا بيكون إن أنت هدفك نمو زائد حماية. في النمو بتحط من 40 ل 45% بورصة وعقار عشان الحماية، والنمو برضه من 30 ل 35%، ودهب من 15 ل 20%. بس خلي بالك إن النسب دي مش فتوى، النسب دي متغيرة. دي نقطة بداية للتفكير الصح بناء على بيانات تاريخية حقيقية. ظروفك، التزاماتك، قدرتك على تحمل المخاطر هي اللي بتحدد انت هتوزع ثروتك ازاي. وافتكر ان الخطأ الوحيد الحقيقي ان انت تحط فلوسك او ان انت تضع البيض كله في سلة واحدة لمجرد ان حد قالك ان هو ده افضل خيار او افضل استثمار، حتى لو كان رأيه صح في الوقت اللي هو بيتكلم فيه. الخلاصة يا صاحبي عشان خدنا وقت كتير، ان البورصة تحقق عائد على المدى الطويل بس محتاجة صبر وأفق زمني طويل. العقار حصن الثروة بيحقق الحماية والتدفق النقدي. الذهب درع ضد انهيار العمر، مش أداة نمو. السؤال الصح دلوقتي إيه اللي أنت عايز تحققه وأنت في أي مرحلة؟ الإجابة هي اللي هتبني الثروة، مش إن أنت تدور على الاستثمار المثالي. الاستثمار المثالي هو اللي أنت بتعمله، مش اللي أنت بتفكر فيه وأنت قاعد. أنا لا عارف وديني قلت لك.